أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اتخاذ الحكومة عدد من الإجراءات لتثبيت الأسعار ومنع الاحتكار، لافتاً إلى زيادة المعروض من السلع الأساسية على مستوى الجمهورية. والله أعتقد إن مفيش حاجة هتحصل من ده كله، حتى لو عمل كده فالرك على الشعب والرك على الناس اللي ما عليهاش رقابة. أهم حاجة الرقابة. هي حاجة مهمة جدا، بس أهم حاجة التطبيق على أرض الواقع ويكون في رقابة. كشفت وكالة ناسا احتمالية اقتراب كويكب يبلغ قطره نحو 1.4 كيلومتر بشكل خطير من الأرض يوم 19 إبريل الجاري، وده بمسافة تقدر بحوالي 4.6 ضعف المسافة بين الأرض والقمر. لو قريب وأكيد يعني ربنا يستر، بس ما أعتقدش إن هو حقيقي يعني، مش مقتنعة يعني. ناسا قالت كلام كتير قبل كده على كذا خبر، في نيازك نازل، في كويكبات نازله، بس اعتقد ان كل الاخبار دي ما كانتش صحيحه يعني. تعرض الزمالك للهزيمه الثالثه على التوالي بمسابقه الدوري العام، وده بعد خسارته امام الشرقيه بهدف دون رد ضمن مؤجلات الجوله ال21 من البطوله. الماتش امبارح ما كانش فيه اداء، ما كانش فيه روح عند اللعيبه. الماتش امبارح كان سيء عموما، كله لعيبه لعب عشوائي جدا، ما فيش نظام في الملعب. نشر الفنان عمرو دياب على صفحته على فيسبوك فيديو موال يا حبيبي من حفل موسى كوست اللي أحياها في 2016، وهو المقطع اللي تفاعل مع الجمهور بشكل كبير. هو أنا شفت الفيديو امبارح على فيسبوك وفعلا الأغنية عجباني، الأغنية دي أنا أصلا بحبها جدا. أنا متابعاه ومتابعة كل أغانيه وكل الحاجات اللي بينزلها، وهو فنان كويس جدا. كشفت دراسة طبية حديثة وقوع حالة وفاة كل 8 ثواني في العالم بسبب التدخين، وهو عدد أكبر من عدد الوفيات اللي تسبب فيها مرض الإيدز والسل والملاريا. فعلا أنا شايف إن البحث ده فيه شيء فعلا فعلي، لأن في حالات كتير بتموت بسبب التدخين دوت، وحتى لو ما ماتش بتسبب أمراض كتير. طبعا السجاير هي مضرة جدا، بس هي عادة احنا اتعودنا عليها وعادة سيئة، ربي يعافينا كلنا.